تعود تاريخ الصحراء الشرقية المغربية إلى العديد من الحضارات القديمة التي ازدهرت في المنطقة، وتعتبر المنطقة جزءاً من طريق تجاري هام يربط الجنوب الإفريقي بالشمال الإفريقي والشرق الأوسط. وفي العصور الوسطى، تحولت المنطقة إلى مركز للتجارة والحرف اليدوية والثقافة، وشهدت تأثيراً كبيراً من الحضارة الإسلامية. في القرن العشرين، سعت الحكومة المغربية إلى السيطرة على المنطقة وجعلها جزءاً من البلاد، وتم تطوير الصحراء الشرقية المغربية بشكل كبير خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني. وفي عام 1975 اندلعت حرب الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال، وتواصلت الحرب حتى العام 1991 حيث تم إبرام وقف إطلاق النار وإعلان وضع الصحراء الشرقية تحت سيادة المغرب. ومنذ ذلك الحين تم التركيز على تطوير المنطقة وتحسين ظروف المعيشية للسكان المحليين.